أبو تريكة يفاجئ الأهلي بأغرب تصريحاته بعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر. تابع ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق النجم الأهلاوي محمد أبو تريكة على فوز الأهلي على إنبي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس مصر، وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة القطرية منذ قليل. قال أبو تريكة: الأهلي أصبح هو فريق الأحلام في مصر بعد الثلاثيات والرباعيات اللي بيعملها على الفرق المصرية. الأهلي النهاردة أقنع وأمتع الجميع بصراحة. من بداية المباراة وأنا حاسس إن الأهلي هيكسب وهو مرتاح، عكس فترات كتيرة قبل كده كنت بكون قلقان فيها على الأهلي. الماتش كان مليان مكاسب، وأولها هو المهاجم موديست، المهاجم الجديد اللي لسه بيحاول يتأقلم على منظومة اللعب في النادي الأهلي. وعندك مكسب كبير جدا حصل النهاردة، هو إن إمام عاشور يسجل. الفترة اللي فاتت إمام كان بيصنع، النهاردة بيسجل كمان. وتابع أبو تريكة: أحلى حاجة في الدنيا لما تبقى مطمن على حد بتحبه، وأنا النهاردة اطمنت على الأهلي وعلى لعيبة الأهلي، واطمنت كمان على مارسيل كولر اللي بوجه له كل التحية على التحول الرهيب اللي عمله في الفرقة. مفيش لعيب في الفرقة ما بيلعبش، مفيش حد أساسي وحد احتياطي. كولر عمل منظومة كاملة متكاملة في الأهلي. الأهلي مع كولر شكل تاني، الأهلي مع كولر مرعب جدا لكل الخصوم. وفي انتظار الكاس والدوري وأفريقيا كالعادة يا كولر، وإن شاء الله مركز كويس يليق بالنادي الأهلي في كاس العالم للأندية القادمة في المملكة العربية السعودية. هذا ما قاله النجم المصري محمد أبو تريكة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.